ضلموا الشارع ويشغلوها بالنهار. الإغلاق المسائي ده يجب أن يتحط عليه أكثر من علامة استفهام. زي ما أشار الدكتور مخيمر، أولا كمية الطاقة المستخدمة، الطاقة الكهربية المستخدمة في الإنارة العامة ليست بالنسبة الكبيرة. صحيح كل وفر هيؤثر، إنما أنا بتكلم على طرق في جانب أمني، في حاجات كثيرة جدا انت بتقول جدا. البلطجية اتفضل. لا، وقبل ما يطلب مني اوفر ما اقدرش استغنى عن هذا. كام عمود نور في الطريق في لمض موفره، بس يعني بيطلب مني انا اوفر. لا، ابتدي بنفسك انت. صح. الحاجه الاساسيه كمان ان يجوز ان انا استخدم انواع من المصابيح عاليه الكفاءه، وليس ما يسمى الكومباكت فلوريسنت لامب، ليس اللمبات المدمجه، انما استخدم زي لمبات الصوديوم وغيرها اللي هي عاليه الكفاءه. شغل بالضوء. ما شغلهاش بالنهار، لان ده فقد للوقود. حتى لو محطات الكهرباء مش متاثره، انما ده فقد للوقود اللي موجود عندي، اللي انا في اشد الحاجه اليه. الاناره المسائيه يجب ان احنا ننظر بتدقيق شديد جدا جدا في ان احنا نقول هنطفي عمود ده حاجه مش صحيح. انما يجب ان احنا ننظر برضو الى اكبر مجموعتين مستخدمين للطاقه الكهربيه، وهم الانشطه الصناعيه والانشطه المنزليه. انا مع سيادتك ما اقدرش اروح لمنزل وهو بيستخدم لمبه واحده واستهلاكه او استخدامه للكهرباء اقل من 50 كيلو وات ساعه واقول له خفض. انما اللي استخدامه عالي من الكهرباء فهو اكيد هناك فرصه بس ساعة ما بيطفي الكهرباء ما بيميزش مين استهلاكه كثيف ولا لا. هو بيقطع في الصعيد. لا، ما عشان كده عشان نتفادى هذا. هو بيقطع على الطبقه اللي هي الغلبان، لانه عارف ان هو برضه عشان نتفادى التانيين هيعملوا له عشان مشاكل. نتفادى هذا حضرتك وانا يمكن اكثر من مره، وكان في لقاءات برضه مع الدكتور مخيمر قبل كده، قلت لو احنا اجهزتنا الاعلاميه وخاصه محطات من المحطات الرائده زي المحطه بتاعتكم دي، لو ظهر منها على شاشه التلفزيون في فتره الذروه المسائيه، ايا كانت من الساعه 7 ل 10 مساء ولا حاجه بالشكل ده، رساله بسيطه، وفي اجهزه مش عارف اقول لحضرتك، يعني اجهزه لا تتعدى قيمتها ال 50 جنيه، جهاز واحد في المحطه الواحده يقول لنا اذا كان هناك احتياج لغلق او تخفيض الاحمال ولا لا، ويظهر بطريقه مبسطه يمكن زي اشاره مرور او مؤشر او اي حاجه يقول للمستخدم اعمل حاجه دلوقتي والا الكهرباء هتتقطع عن حد بيذاكر، حد بيتعالج او حاجه بهذا الشكل. رد الفعل، وانا عارف ان هو ليس بالنيه، انما كلنا هنتشارك. لو ظهر حاجه قدام سيادتك، لو قدام الدكتور مخيمر في التلفزيون في البيت، على الغالب هيعمل حاجه، اللي يستطيع هيعمل حاجه. التقدير لهذا يتعدى ال 2000 ميجا، فده يبقى جزء منها. انا مش بقول هو العجز قد ايه يا دكتور؟ العجز في الكهرباء قد ايه السنه دي دلوقتي؟ لا، اللي اشير له في الصيف اللي فات 2000 3000 اللي اشير له، لان العجز برضو ده تقديره حضرتك. انا بقول انا اغلقت قد ايه، يعني محطات الكهرباء بتقول ايه، انا المحطات اللي اضطريت افصلها قد ايه او اللي قدرت اشغلها قد ايه، اللي يقال 3500 ميجا. يمكن الارقام اعلى من كده في الصيف. متوقع تبقى ممكن توصل. الصيف اللي فات 6000. الصيف اللي فات 6000. انا متوقع الصيف ده 10000. 10000 ميجا وات من 23. ده يبقى يعني بتتكلم على 40%. ده يبقى يعني 40%. تلت الجمهوريه من مصر لا، هتقفل. تلت ايه يعني؟ ده اقتربنا من النص. ايوه، يعني 40% من مصر هتقفل. لو وزعتيها بالتساوي، واخده بال حضرتك، يبقى هيجي لك كهرباء 60% من الوقت. يعني مثلا ايه، هيجي لك مثلا 14 ساعه و8 ساعات يقطعوا عنك. ده لو بالتساوي. لو بالمعادله اللي هي بتاعت الطبقيه اللي ماشيه بتاعت دلوقتي، هتلاقي الارياف مثلا مفصول عنها 20 ساعه، والصعيد مفصول عنه 20 ساعه، ومصر 3 4 ساعات. برضه 3 4 ساعات ده النص ساعه ده في التوزيع. في الصيف وفي شهر 7 وفي شهر 8 بتعمل. لو يعني حد بيدرس، لو حد بيعالج ولا حاجه بهذا الشكل، دي مشكله ثانيه. ده يعني ده مأساة. والحضانات في المستشفيات. طبعا المستشفيات يجب المستشفيات يكون فيها مصادر المولدات الطوارئ، لان ما فيش حاجه اسمها مستشفى ما فيهاش مولد بديل. بس ده نظريا، لكن ما بيحصلش. ما هو ده خطأ برضه من المستشفى. لا، وغير كده في اللي بيسموها المستوصف الصغير في الارياف. طبعا يعني الحاجه، فبقول لحضرتك ان يجب ان احنا نستشعر كلنا، وانا باكد كده، احنا يعني
في وقت حاليا مش بنشير بس يعني الذي يحتاج المحاسبه يجب ان يحاسب، ما حدش قال، بس في نفس الوقت يجب ان احنا نتكاتف كلنا عشان نمر من هذه الازمه باقل خسائر. حتى ده الواجب على المواطن كترشيد. بس لا، وفي كمان واجب اهم من كده بقى على المنشآت الصناعيه. حضرتك المنشآت الصناعيه عندنا في مصر واستخدامها للطاقه في كثير من الاحوال اعلى من المعدلات العالميه بنسب قد تصل الى 25 و30%، ده باحصائيات موجوده. هذه المصانع والمنشآت الصناعيه بتحصل على الطاقه ايا كانت بسعر مدعم او غير سعر مدعم، انما بتحصل عليها بسعر يعني ما بيغطيش التكلفه لو قلنا التكلفه الحقيقيه. فبالتالي يجب ان هذه المصانع برضو يتبص لها في طريقه تسعير الطاقه لها بالطريقه اللي هي تخليها تستخدم الطاقه بطريقه مرشده. حضرتك بتقولوا كلام راقي جدا.